الواحد والله كان عنده أمل 1% إنه ممكن تحصل مفاجأة ويتسجل نيمار، ولكن خلاص رسميًا نيمار خارج القائمة المحلية، ولكن موجود في القائمة الآسيوية. فكرة إنك تبغى نيمار يرجع تدريجيًا بدون ضغط مباريات، يعني واحدة واحدة بطريقة هادية، شيء حلو صراحةً. ليه؟ لأنه نوع إصابة نيمار ما هي إصابة سهلة، فإنك تبغاه يرجع تدريجيًا هذا شيء يُحسب لك. بس المشكلة مو هنا، المشكلة إنه كيف لو نفترض إنه جهز، هم يقولوا حيجهز في نوفمبر، لو جهز في نوفمبر وراح البرازيل، هل حيروح البرازيل عادي؟ يعني هل أنت ما حتتواصل مع منتخب البرازيل مثلًا إنه لأ يجلس لأن الرجال جالسين إحنا نجهزه، ولا حياخذوه البرازيل ويروحوا يعطبوه ويرجعوه لك؟ هنا النقطة. خططك كلها حتروح هباء منثورة حرفيًا. لو راح البرازيل وهو بالحالة هذه السلام عليكم. المصيبة الكبرى انه احتمال يروح في نوفمبر، اللي هو مو الشهر الجاي، الشهر اللي بعده احتمال كبير ممكن يروح عادي. طبعا ما دام ما تسجل في القائمة المحلية حاليا فباذن الله حيتسجل في الشتوية. ولودي طبعا خارج المفروض في الشتوية، لانه لو ما خرج انا من جد حتصرف معه، ولو سالفة يرفض عروض ولا ما يرفض عروض الواحد خلاص قعدوا على الاخر ترى.